بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا والتحدي. سلسلة التحدي اللي احنا حاطينها أو اللي احنا يعني عايزين نمشي عليها الفترة اللي جاية. وزي ما قلنا كل ما بنتعلم حاجة بنيجي نقولها علشان خاطر كل شخصية تحاول تاخد اللي يناسبها وتعمل بيه، واللي مش عايزاه ما تعملش بيه. سلسلة التحدي هي سلسلة قوية، عايزين بيها نقوي من شخصيتنا، نقوي من إرادتنا، نقوي من انفعالنا. سلسلة التحدي النهاردة اتعلمي قولي لأ. اتعلمي قولي لأ لأي حاجة تضايقك، اتعلمي قولي لأ لأي حاجة انت رافضاها. مش كل حاجة هتاخديها على أعصابك وتتحملي وترضي بكل حاجة هتتقلك. سلسلة التحدي اتعلمي قولي لأ. قولي لأ للي انت رافضاه، قولي لأ اللي انت مش عايزاه. هو مش أمر مطاع إن أنا كل حاجة لازم أقطع فيها، لازم أقول حاضر ولازم أقول حاضر وأعمل كل حاجة غصب عني، حتى في بيتي، حتى في شغلي، حتى في حياتي، حتى مع أصحابي، حتى مع أخواتي، حتى مع أهلي. ما ينفعش إن أنا كل حاجة أقول حاضر ونعم وطيب. لازم أبقى عندي شخصية، لازم أبقى عندي إرادة، لازم أقول لأ على الحاجة اللي بتضايقني، لازم أقول لأ على الحاجة اللي أنا مش عايزاها. طيب هو أنا هعرف أقول لأ إزاي وأنا لا أملك إرادتي بنفسي؟ يعني أنا لا أملك إرادتي بنفسي. الإرادة هنا هي القوة. القوة هنا اللي أنا أستمدها. ممكن في ناس بطبيعتها ما بتعرفش تقول لأ، ممكن تيجي على نفسها، ممكن تتحمل كل حاجة على نفسها، بس في الوقت ده الناس دي هي اللي بتبقى أكتر تعرضا لأي صدمات، وهي اللي بتصدم بسرعة. ليه؟ من كتر ما عمالة تقول حاضر 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 طيب، ما بتعرفش تقول لأ على أي حاجة. حتى لما بتنجرح ما بتعرفش تقول لأ، حتى لما بتتهان ما بتعرفش تقول لأ، حتى لما بتكون رافضة وضع معين هي مش عايزاه ما بتعرفش تقول لأ. الشخصية دي هي أكتر شخصية تعبانة، هي أكتر شخصية فعلا بتبقى مرهقة وحزينة، فعلا بتبقى أكتر شخصية صعبة جدا إن أنت تقدر يعني لو وصل بيها لحد إن هي خلاص رفضت كل حاجة، إن أنت تعرف تعيدها تاني لأساسها. عشان كده احنا بنقول قبل ما نوصل للمرحلة النهاية لازم نوصل ليها، آه، ما نوصلهاش قصدي بطريقة احنا نرفضها. يعني انا كل اللي عايزه اقوله او كل اللي عايزه اوصله ان انا ما اتقبلش اي شيء. الشيء اللي انا مش متقبلاه على نفسي او الشيء اللي انا رافضاه لازم اوقفه واقول لا. اقول لا ان انا مش عايزه اروح المشوار الفلاني، اقول لا ان انا مش عايزه اعمل الحاجه الفلانيه، لا ان انا رافضه ان انا اسمع الكلام الفلاني، رافضه ان انا البس الحاجه الفلانيه. انا البس اللي انا عايزاه، اكل اللي انا عايزاه، اشرب اللي انا عايزاه، اعيش بطريقتي، اتقبل الوضع اللي انا عايزه اتقبله واللي انا مش عايزه اتقبله ارفضه. اتقبل ان انا اعيش في مكان معين، ده اللي انا عايزه اعيش فيه، انا مش عايزه اعيش في المكان ده. أتقبل شخص معين أنا عايزة أعيش معاه، زوج معين، شخص معين أنا برتاح له. هو ده اللي أنا أما أجي إن أنا أوافق على الزواج، إن أنا أتقبل الشخص اللي أنا عايزاه. طب أنا اتجوزت وعشت حياتي، هل كل حاجة لازم أقول حاضر ونعم وطيب؟ هنا ده مش صحي ومش يعني في حتى في سيكولوجية النفس ده مش مظبوط ان انا اقول اه وان انا افضل حاضر حاضر حاضر، وان انا يعني اعمل اي حاجة بدون ما افكر دي هتبسطني او هتضايقني او هتعمل فيا ايه. هنا القبول بمعنى ان انا اكون راضية. طب انا مش راضية ارفض، ارفضي ارفضي وما تخافيش، ارفضي وما تستسلميش، ارفضي اي حاجة انت مش عايزاها، ارفضي اي وضع انت مش عايزاه. كل واحد على حداه. مش معنى الرفض ان انا ارفض على عمال على بطال حاجة فيها مصلحة او ما فيهاش مصلحة. لا، لازم الشيء اللي انا ارفضه هو الشيء اللي يمس كرامتي، الشيء اللي يمسني انا كإنسانة. دي اول حاجة ابتدي بيها، ان انا ما اقبلش اهانة من حد، ما اقبلش اهانة من زوج، ما اقبلش اهانة من اخ، ما اقبلش اهانة من ام، ما اقبلش اهانة. معناها ان انا اقف اقول بس ستوب. الشخصية اللي دايما بترفض الاهانة هي الشخصية الوحيدة اللي بتبقى انها اللي احنا بنحترمها. ليه؟ لانها شخصية هي احترمت نفسها الاول وهي عرفت نفسها عايزة ايه. يبقى اذا هنا الرفض مش لكل حاجة. اولا اول حاجة الرفض ان انا
ارفض الاهانه، ارفض ان انا اتهان، ارفض ان انا حد يمس كرامتي بحاجه. تاني حاجه ارفض ان انا وضع معين انا مش عايزاه. انا مش عايزه، لو انا عايزه ابقى ست بيت ابقى ست بيت، مش عايزه اشتغل مش عايزه اشتغل. طب انا عايزه اشتغل، اشتغلي، حاولي اثبتي ان انت عايزه تشتغلي، واثبتي ان انت وجودك. ما تقوليش حاضر ونعم وطيب وتسكتي، افضلي ورا هدفك. حتى لو اللي قدامك رافض ان هو ان انت تقولي انا عايزه كذا، لا افضلي وراه، افضلي وراه واثبتي ان انت فعلا ان انت تستحقي الوضع ده. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.